انت اكيد عمرك ما شفت بيت بيتبني كده بكام علبة كبريت. ينفع نعمل بيه واحد، بس الاخ الكبير بقى عمل حاجة ازيد. جاب شوية عصيان قديمة وشمسية وبنى هيكل البيت. بعد كده ربط عليه سلك شائك كأنه حيطة وفرش قش عشان يحمي من الهواء والمطر. وفي وقت قصير كان البيت القش جاهز. الاخ الصغير اللي بيهتم اكتر بالامان تعب نفسه جدا وبنى بيت من الطوب الاحمر، لانه بس البيت ده اللي يقدر يقاوم هجوم الذئب. بس الطريقة دي خلت الاتنين الكبار يضحكوا عليه وقالوا مفيش ذئب ظهر هنا من سنين طويلة. هو سكت وقال يمكن هما كمان السنة دي يكونوا محظوظين زي كل مرة. للأسف في ذئب كان ماشي من هناك، شاف اتنين يرص غنين بيرقصوا، اتنكر في شكل رقاصة ودخل يلوي جسمه الطري. جذب الاتنين الخنازير السذج ومشيوا وراه من غير ما ياخدوا بالهم. أول ما لقى فرصة حاول ياخدهم ورا صخرة عشان يهجم، لكن لبسه اتقطع وهو بيتخانق معاهم. المنظر ده خلاه يتعصب ويوري أنيابه، وساعتها الاتنين فهموا إنه ديب. أول ما عرفوا الخطر جريوا بسرعة على بيت القش بتاع الأخ الكبير، لكن الديب ولع في البيت. ولما النار مسكت البيت ولع كله وبقى دخان. قدام الديب اللي بيقرب واحدة واحدة اضطروا يجروا على بيت الكبريت بتاع الأخ التاني، لكن البيت الضعيف وقع بدغدة واحدة من الديب. فكروا يبنوه تاني، لكن أول ما الديب لمس آخر عود كبريت البيت وقع على طول. وما لقوش غير إنهم يجروا عند بيت الأخ الصغير. الديب اتعطل عند الباب، حاول يفتحه بجسمه، رفس فيه، صرخ بصوت الديب، بس ولا حاجة نفعت. لما لقى القوة مش نافعة جات له فكرة، اتنكر في شكل مسكين محتاج. الأخ الكبير والتاني اتأثروا وعايزين يفتحوا، مع إن الأخ الصغير قال في حاجة مش طبيعية. زقوه على جنب وفتحوا الباب للديب. الصغير من غير ما يتكلم استخبى وخد باله إن ورا الديب في جهاز بيشغل أسطوانات. بسرعة قلب الأسطوانة الموسيقى الحزينة اتقلبت لرقصة مجنونة، والديب اتكشف من غير ما يلحق يتدارك. الخنازير التلاتة جريوا والديب وراهم. الأخ الصغير جاله فكرة، قفل على الديب المدخل بإطار الباب ونزل بسرعة من الأسانسير للدور الأرضي وقطع الكهرباء. الديب اللي مستعجل دخل الأسانسير، ولما وقع الأسانسير من عشرات الأمتار مات في ساعتها. لو كنت أنت الصغير يا ترى هتبني بيتك إزاي؟